سنتين ورا بعض وبعدين يتم الموافقه على انها تتسجل في البورصه، وبالتالي البورصه ليست مصدر لتاسيس مشروعات. بعد ما تاسست بقى انها ممكن تطرح سندات، تمول، تدخل شركاء تانيين تطرح اسهم عشان توسع في استثماراتها. طب المصدر ده بيمول قد ايه من مجموع الاستثمار الخاص في مصر؟ مش هقول من مجموع الاستثمارات. في سنة 2009 كان بيمول 5% من إجمالي الاستثمار الخاص في مصر. وبالتالي البورصة في واقع الأمر ليست متغلغلة في الاقتصاد الحقيقي في مصر على النحو اللي يؤدي إلى إنه انهيارها يؤدي لانهيار الاقتصاد. الشيء الثاني إن زي ما بنقول انهيار المؤشرات معناه خسارة محتملة أو خسارة دفترية ما تتحولش الحقيقية إلا لو تصورنا إن كل من في حوزته أوراق مالية كان شاريها بأسعار أعلى من ده واضطر إنه يبيع، واضطر إنه يبيع بهذا السعر، ودي حالة سيئة. وبالتالي ده من حيث الأثر يعني. فما لم يكن الأميرة عندك أسهم ومحفظة في البورصة كنت شارياها بأسعار مرتفعة ودلوقتي انخفض سعرها، ما يفرقش معاك المازن. ما لم يكن الكلام ما يفرقش معاك المازن.